النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم المحشي المشكل مع فراخ مشويه. تغسليه لازم وبعدين تبداي تقوريه، وبعدين بقى بعد كده بعد ما بتقوريه بتبداي كمان تغسليه مره تاني، وبعدين بتصفيه. الكوسه بقلمها كده بالسكينه المشرشره بالشكل ده. الفلفل اهو لازم كل المحشي تكوني غسلاه كويس قوي ومنضفاه كويس من جوه اهو، وتصفيه بقى. معايا هنا رز. كمية الرز حسب كمية المحشي اللي انا هعمله. دولت 4 كوبايات رز على حوالي 4 كيلو محشي مشكل. معايا هنا ديت خضرة. انا بجيب الخضرة واغسلها كويس جدا، وبعد ما اغسلها بشطفها، وبعد كده بروح مصفياها واحطها على فوطه لحد ما تنشف كده من كل الميه اللي بتبقى فيها، وبقطعها وبحتفظ بيها في علبه كده، وبحط معاها سر ان انت تفضل معاكي الخضره بالشكل دوت. بتحطي معاها معلقه ستانلس كده في وسط الخضره، وتكوني حاطه منديل تحتيها وبتحتفظي بيها في التلاجة. بتطلعيها عند الاستخدام بتفضل معاكي فتره طويله محتفظه بشكلها دوت. هنا ديت بقايا تنظيف الكوسه، انا مش برميها، بخليها عشان بحطها في ارضيه الحله لما اجي اسوي المحشي. ومعايا حله هنا كده هحط فيها ديت اول حاجه الكوسه هنا اهي، وهبدا اوزعها كده. دي الارضيه اللي هحط فيها المحشي بعد ما بحشيه. معايا بقى توابل، ملح، فلفل، كزبره، كمون، توم بودره. وتوم البودره ده اختياري، لو ما عندكيش خلاص ممكن تقطعي كام فص توم كده معاه بيدي طعم حلو. كمان هنا جبت صينيه كبيره حطيت فيها حوالي نص كوبايه زيت وبعدين جبت بصلتين وقطعتهم ناعم كده وحمرتهم. انا بحاول اعمل الحاجات اللي هي بتاخد وقت قبل ما ابدا اصور الفيديو عشان ما اخدش معاكم وقت وما اطولش الفيديو عليكم. بوريكم بس المقادير اللي انا عملتها. كيلو ونص طماطم. انا جبت الطماطم وبعد حطيتها على النار لحد ما اتسبكت بالشكل دوت اهي. هبدا بعد كده هضيفها هنا. مش حابه تعملي الخطوه ديت، بتجيبي الطماطم وبتعصريها وبعد كده بتضيفيها على البصل بعد ما بيحمر معاكي كده، تقلبيه وتسيبيها لحد ما تغلي شويه. الكميات ديت حسب كميه المحشي اللي انت هتعمليه. انا حاطه هنا معلقتين توم بودره، معلقتين كمون، 3 معالق كزبره، معلقه فلفل اسمر، 5 معالق ملح. كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، وبزود معلقه زياده عشان الصلصه والحاجات دي. وبعد كده انت كمان بتظبطي بقى الملح بتاعك حسب كميه المقادير اللي انت حطاها. وهي خلاص كده متسبكه معايا، انا هضيف عليها الرز واضيف عليها الخضره اهو. الرز انا ضفته كده على الصلصه، وكمان هضيف عليه الخضره ديت حوالي 3 ربط خضره، بقدونس، كزبره، شبت. انا خلصتها اهيت الخلطه خلاص، انا خلصتها بالشكل دوت اهي. وانا بحط الخضره في الاخر عشان تحتفظ بلونها الاخضر الجميل دوت اهي. وديت طريقه المحشي بالطريقه الصلصه المتسبكه اهي. هبدا بقى دلوقتي هحشي بقى البتنجان. وما تيجي تحشي المحشي البتنجان او الكوسه او الفلفل ما بتمليش صباع المحشي للاخر، هتعملي حساب ان الرز بيكتر شويه بعد لما بيستوي. بسيب فيه كده جزء فاضي كده، وببدا ارص المحشي كده بالطريقه دي. الفراخ المشويه ديت انا معايا فرختين اهو، قطعتهم وغسلتهم ونضفتهم من كل الزوائد اللي بتبقى هنا، الدهون والجلد وكل البقايا اللي بتبقى في الفرخه. وبعد كده بعد ما نضفتها نقعتها في ملح وخل وميه لمده نص ساعه، وبعدين شطفتها وسبتها تتصفى كده بالشكل ده. ودي الطريقه المعتاده لتنظيف الفراخ. معايا كمان هنا بصلتين غسلتهم وقطعتهم كده بالشكل دوت. توابل، سماق، توم بودره، ملح،
فلفل اسمر والسماق والثوم البودره دول اختياري، لو ما عندكيش خلاص انت بتكتفي بالملح والفلفل، وممكن تقطعي فص ثوم معاهم. دي التوابل. معايا كمان هنا زيت، هاخد هنا ربع كوبايه زيت وربع كوبايه خل. دي تتبيله الفراخ المشويه. هبدا هنا هضيف بقى البصل دوت، وانا عايزه البصل هنا معايا ناعم كده. انا نعمت البصل، هبدا اضيف عليه التوابل. وهضيف معاه كمان الخل، ربع كوبايه خل. والخل من الحاجات الحلوه اللي بتضاف للمشويات، بتدي للحم بتاعه مزازه حلوه. هديلها كده ضربه تاني. البصل اهوت انا ضربته حطيته هنا فضيته كده. هضيف له كمان الزيت، وهبدا اتبل بيه الفراخ. الخل كمان بنضيفه لكل انواع اللحوم، عشان هو بيساعد على تسويه سواء الفراخ او اللحمه لما بنيجي نشويها، بيساعد ان هي تستوي بسرعه. هبدا اجيب كده التتبيله بقى. انا عامله فتحات كده في الفرخه عشان التتبيله تخش جواها وتدي اللحم بتاعها طعمه حلو. ولما يكون معاكي صدر الفرخه بتفتحي هنا كده، وتحطي هنا التتبيله من جوه كده، وتحطي في الفتحات دي. انا هتبل الفراخ كلها، وبعد كده هخليها لمده نص ساعه لحد ما تشرب من التتبيله بتاعتها. ولو حابه تعملي الفراخ من بالليل بتكون افضل، بتاخد من التتبيله وتبقى طعمها احلى. بس انا هسيبها لمده نص ساعه وبعد كده بسويها. دي الشوربه بتاعت المحشي. معايا شوربه هنا حطيت فيها مكعب مرقه، حطيت فيها معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر. وهبدا كمان احط لها معلقتين صلصه من اللي كانت معايا اللي انا كنت عاملاها للمحشي. الصلصه ديت هتديها طعم حلو. هسيبها تغلي وبعدين هضيفها بقى على المحشي. وسخنتها، هجيب ورقه سيلفر كده وهبدا ارص عليها الفراخ. انا رصيت الفراخ اهي بالشكل ده وحطيت بقيه التتبيله عليها. هقفل عليها بقى كده دلوقتي السيلفر. وبعد كده بعد ما اقفله عليه اغطيها كده واسيبها بقى لحد ما تكمل تسويتها. وبعد كده بطلعها من السيلفر وبعدين بحمرها. في الشوربه دلوقتي على المحشي، يعني خليتها تغلي كده بالشكل دوت. بحط الشوربه لحد نص الحله او لحد نص الصوابع كده، والفلفل انا حطيته في حله تانية اهو. وهبدا اغطيهم لحد ما يتشرب الميه بتاعته او الشوربه، وبعد كده بهدي عليه النار. خلاص انا طلعتها من السيلفر. انا بحطها في السيلفر بس لحد ما تستوي نص سوا، وبعد كده ببدا احطها على الشوايه. بحطها على الوش كده عشان احمرها. معايا خلاص اهي بالشكل ده. وهبدا دلوقتي احطها في حله هنا. لازم تحطيها في حاجه وتغطيها لحد ما يجي ميعاد الاكل، وبعد كده بتقدميها. لما تغطيها كده هتبقى طريه ومتبقاش ناشفه معاكي.
الشكل النهائي لمحشي المشكل. ودي الفراخ المشويه، وده محشي الفلفل. وبالهنا والشفا، واتمنى الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.